قبل شوية أستاذ أبو نوح قرأ الآية القرآنية تبت يدا أبي لهب وتب وفسرها. ممكن تفسير النبي لهاي الآية؟ ما في تفسير. مو فسرها ابو نوح؟ زين احنا نريد تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بتفسير وبيان زين القرآن، عندك تفسير فأين النبي؟ تفسير؟ نعم أنتم تقولون البخاري نقل السنة النبوية فلم نجد سوى 40 آية فقط. ليس نقل التفسير، البخاري ليس ينقل التفسير، نقل الأحاديث. نعم، والسنة النبوية التي هي أحاديث تفسير النبي أليس سنة نبوية للآيات القرآنية؟ عندما تنزل الآية ألا يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا يفسرها؟ ونحن نعلم أن تفسير القرآن هو شرح وتبيين وبيان ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصل وحكم وإرشاد وأحكام وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وأنباء وقصص وآثار وهدى وشفاء ومكي ومدني وأسباب نزول وتطبيق وتخصيص المصادق والأفراد. فأين التفسير النبوي؟ هل أتلفتم التفسير النبوي أم النبي قد عصر في البخاري فقط 40 آية يفسرها النبي؟ أين باقي الآيات التي فسرها النبي؟ تفضل. أتلفناه يا أخي أنتم لديكم رواية. نعم، إذا أتلفت السنة أحسنتم. يعني أنا أشكرك جدا، اسمح لي أشكرك جدا أنه أقررتم بأنكم أتلفتم السنة. يا أخي توجد رواية عندك. نعم، أي رواية؟ والشيخ الذي قبل قال أن نحن أتلفنا التفسير النبوي، وهذا اعتراف واضح وصريح. يا أخي اسمعني يا علي. إذا البخاري قد أتلف السنة وأحرق السنة. يا أخي اسمعني يا أخي اسمعني. نعم، الشيخ كان صريح جدا. أتلفتم تفسير النبي وبيان النبي بالقرآن. توجد رواية عندك أنه النبي قاتل على التنزيل وعلي قاتل على التأويل. أبو نوح، هل هذه الرواية صحيحة أم مكذوبة؟ ونوح أنا أقول لك أن أين تفسير النبي للقرآن في البخاري وأنت تذهب إلى روايات؟ يا أخي النبي لم يفسر القرآن والآيات صحيحة. إذن هل عصى النبي القرآن؟ هل عصى النبي أوامر الله في تفسير القرآن؟ توجد أحاديث نبوية شريفة تقول إني قاتلت على التنزيل وأنت أستاذنا علي محمد، بس اعطيني مجال. أستاذنا كيف النبي لم يفسر القرآن والقرآن نزل على نبينا محمد؟ تعال عمي، أنت جاي تنهي رسول الله، هو القرآن أنزل على محمد. يعني أنزل على محمد ومحمد قرأ ووصل للإسلام ووصل الإسلام محمد ولم يفسر القرآن. اهدى. الله أنزل القرآن على النبي ما يفسر القرآن، كيف يفسر المجتمع رسول الله؟ اسمعني يا أخي، لا يوجد تفسير عند السنة وعند الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنا قاتلت على التنزيل وعلي رضي الله عنه قاتل على التأويل. هذه الرواية موجودة عندك أم لا؟ خليني أجاوبك مرحبتك لبيك يا زينب. تفسير عندكم للقرآن يلا. جيد. أولا القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. العفو، خلينا نسولف. أنت خايف من القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يا علي الآية الأخرى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا قرآن. أنت خايف من القرآن؟ بعد وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هاي آيات واضحة بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يفسر القرآن، يبين القرآن. وما ممكن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخالف أوامر الله. وأنتم تقولون أنكم قد نقلتم السنة النبوية ولم يضع حرفا واحدا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
والبخاري قد نقل السنة، فأين يا أخي، تفسير يا علي. وبيان النبي للقرآن في البخاري؟ يا علي ذهبنا إلى البخاري لم نجد سوى 40 آية، تفسير 40 آية. شيعي. بس اسمح أخي، لي، يبقى أكثر من 6200 آية، أين تفسيرها؟ أين بيانها؟ هل أتلفها البخاري؟ هل أحرقها؟ نزل يا شيخ. تفضلوا، هذا إلزام وأنا صاعد به، وأنتم لحد الآن ما مجاوبين. تفضلوا.